نارسا، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سلامتكم أولويتنا. واش في خبارك أن قوة الاصطدام عند وقوع حادثة سير مرتبطة بالسرعة اللي كتسوق بها؟ قوانين الفيزياء ثابتة. قوة الصدمة تتناسب مع سرعة الجسم اللي كيتعرض للصدمة. ناخذ المثال د السيارة، ملي كتكون في حالة حركة كتقوم بتخزين الطاقة. هاد الطاقة كتسمى الطاقة الحركية، وهاد الطاقة الحركية كنعبروا عليها بالمعادلة التالية من خلال كتلة وسرعة السيارة. EC كتساوي 0.5 مضروبة في MV مربع، بحيث M هي كتلة الجسم و V هي السرعة ديالو. يمكننا إذا نستنتجوا أنه ملي كتكون السيارة متوقفة كتكون الطاقة الحركية ديالها منعدمة، بينما بمجرد تحركها كتزيد عملية الطاقة الحركية مع زيادة السرعة، كما أن كمية الطاقة الحركية لا تتناسب مع السرعة ولكن مع مربع السرعة. إذن ملي كتضاعف السرعة 2 ديال المرات فالطاقة الحركية كتضاعف 4 ديال المرات. هاد الشيء اللي كيفسر كون حوادث السير اللي كتوقع بسبب السرعة المرتفعة كتخلف عواقب جد وخيمة. باش نفهموا بشكل أفضل تأثير السرعة على خطورة الاصطدام، غنقوم بمقارنة بين تعرض مركبة للاصطدام والسقوط الحر من مكان مرتفع. اصطدام مركبة كتسير بسرعة 50 كيلومتر في الساعة كيعادل السقوط ديالها من الطابق الثالث. بسرعة 75 كيلومتر في الساعة قوة الصدمة تعادل السقوط من الطابق السابع. وبسرعة 100 كيلومتر في الساعة قوة الصدمة تعادل السقوط من الطابق الثاني عشر. نشوف الآن عن قرب شنو كيوقع في حالة اصطدام المركبة مع حاجز أمامي ثابت. كتسبب الصدمة في التوقف الفوري للمركبة وبالتالي تبديد طاقتها الحركية في جزء من الثانية. الجزء الأمامي من المركبة كيتعرض لخسائر وتشوهات بحيث يتم امتصاص جزء من الطاقة الحركية المخزنة في المركبة، مما يجعل الاصطدام أقل عنفاً. نشوف الآن شنو كيوقع للركاب داخل المركبة. كيتعرض الركاب في الداخل لتباطؤ عنيف، الشيء اللي كيشكل خطورة كبيرة عليهم. إلا ما كانوش الركاب رابطين أحزمة السلامة ديالهم فغادي يستمروا في الاندفاع ويقدروا يرتطموا بالزجاج الأمامي للمركبة أو بالمقود. الأعضاء الداخلية للركاب كتخزن أيضاً الطاقة الحركية، وعند وقوع الاصطدام كيستمر الدماغ مثلاً في الاندفاع، الشيء اللي يمكن يتسبب في أضرار جسيمة. قوة الاصطدام ما كتسببش غير في إصابات بالغة، بل يمكن تؤدي أيضاً إلى الموت. فكلما كانت المركبة كتنقل بسرعة كبيرة كلما كانت انعكاسات الخسائر الناتجة عن الاصطدامات أقوى. بالنسبة لركاب المركبة اللي كتنقل بسرعة 80 كيلومتر في الساعة فاحتمال الوفاة في حالة وقوع حادثة سير كيتضاعف 20 مرة لو أن المركبة كانت كتسير بسرعة 30 كيلومتر في الساعة فقط. بالنسبة لمستعملي الطريق العديمي الحماية كالراجلين وسائقي الدراجات الثنائية والثلاثية العجلات، فحظوظ النجاة في حالة اصطدام مركبة كتسير بسرعة 30 كيلومتر في الساعة أو أقل قد تصل إلى 90%، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 50% في حالة وقوع اصطدام بسرعة 45 كيلومتر في الساعة، وكتكون تقريباً منعدمة عند وقوع اصطدام بسرعة 80 كيلومتر في الساعة. للإشارة، ففئة الراجلين وسائقي الدراجات الثنائية وثلاثية العجلات كتمثل أكثر من نصف القتلى على الطرق في المغرب. يتضح مما سبق أن السرعة كتمثل عامل كيزيد من خطورة الحوادث والاصطدامات، لذلك لازم احترام تحديد السرعة القانونية لضمان سلامتك وسلامة مستعملي الطريق الآخرين.